اليوم اختي سهليت فيك وجبت لك الوصفه اللي كتقلبي عليها. هاد الوصفه ديال اليوم غزاله بزاف، مبيض ومقشر في نفس الوقت. كتبيض لك البشره ديالك وكترطبها وكترجعها في واحد اللمعان غزال. خليك معايا اختي باش تشوفي المكونات اللي في هاد الوصفه، وما تنسينيش من واحد اللايك والبارطاج للقناه. هانتوما البنات كتشوفوا كلشي بعويناتكم من بعد ما غسلت وجهي من هاد الوصفه. تبارك الله وصل على النبي، كترجع الوجه مرايه بحال البلاره، كيرجع بحال الشميعه كما كتشوفوا بعويناتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. والمكونات ديال هاد الوصفه بساط ورائعين. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا بصحه مزيانين ان شاء الله. مرحبا بالناس جداد وناس قدام معايا في القناه، شكرا لكم بزاف والله يخطيكم عليا. اليوم اخواتاتي ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي رائعه وزوينه بزاف. هاد الوصفه هذه بالنخاله ديال القمح، النخاله الرقيقه ديال القمح، هذه اللي تنقرصوا بها الخبز. هانتوما البنات النخاله ديال القمح، هاد النخاله راه زوينه بزاف. البشره كتصفي البشره وكتبيضها وكتعطينا واحد اللمعان للبشره ديالنا. هانتوما غتشوفوا المكونات اللي غادي نزيد معاها. هاد الوصفه هذه كتبيض كما قلت لكم البشره، وفي نفس الوقت مقشر للبشره، كترجع لنا البشره ديالنا كتلمع وزوينه ورطبه وغزاله. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، يلا نمشيو نشوفوا المكونات اللي غادي نزيد معاها وغادي نديرها معكم على الوجه ديالي. المهم خواتاتي هاد الوصفه هذه من الوصفات الرائعه اللي كتعجبني بزاف، وقلت ضروري ما شاركها مع خواتاتي باش حتى نتوما تجربوها ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الوجه ديالهم فيه القشور، اللي عندهم البشره ديالهم ناشفه وفي هذيك الحروشيه، هاد الوصفه هذه راه غادي تصلح لك اختي، وغادي ترطب لك البشره ديالك وغتخلي فيها اللمعان وغترجعها كتشعل. يلا خواتاتي نشوفوا المكونات اللي غادي نزيد مع النخاله. نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للنخاله كما قلت لكم تكون ديال القمح، ماشي ديال فرينه، ماشي ديال فرينه وماشي ديال الشعير، تكون ديال القمح البنات. النخاله الرقيقه هذه اللي تنقرصوا بها الخبز. غادي نزيد معاها الحليب المجفف، الحليب بودره، اي حليب عندكم ديال الاطفال ولا هذا الحليب نيدو ولا اي حليب عندكم. غادي نزيد من واحد معلقه. غادي نزيد معلقه ديال النشا الذره اللي هي مايزينا. وغادي نزيد واحد ياغورت طبيعي، غادي نزيد منه حتى هوايا، هذا ضروري البنات. هنايا عندي انا المورد اختياري، بغيتو ديروا عندكم المورد اللي زوين ديال البشره مقطر بحال ما هكا وزوين ديروا منه شويه. ما عندكش اختي المورد ديري واحد شويه ديال الحليب، واحد المعلقه صغيره ديال الحليب يكون كامل الدسم. صافي كناخذوا بحال ما هكا واحد المعلقه ديال النخاله الرقيقه بحال هكا، معلقه ولا معلقه ونص اللي غادي يكفيك. صافي غادي نزيد معها دابا واحد تقريبا نص معلقه صغيره ديال الحليب، هانتوما حليب بودر. وغادي نزيد واحد نص معلقه ديال المايزينا. الا عندكم بغيتو ديروا نتوما جوج الناس راه كتضاعفوا هاد المكونات. نتوما البنات كندير معلقه ديال المايزينا، غادي نزيد واحد شويه بحال هكا، معلقه صغيره تكون عامره ديال المايزينا. صافي غادي نخلط هادشي، وغادي نزيد ياغورت طبيعي، وغادي نزيد المورد كما قلت لكم البنات. الا ما عندكش المورد كديري واحد المعلقه صغيره ديال الحليب سائل، حليب سائل اللي كنشربو يكون كامل الدسم، باش كتعطيك الوصفه كتعطيك واحد اللمعان البشره ديالك. الوصفه راه منها مقشر وكتبيض البشره، يعني وصفه كتعطيك جوج ديال النتائج، كتقشر لك البشره ديالك بشكل طبيعي وكتعطيك لمعان البشره وكتصفي البشره وكتبيضها. صافي البنات انا غادي نزيد دابا ياغورت، غادي نزيد بحال هكا واحد جوج معالق بحال هكا. صافي وغادي نزيد المورد غادي نزيد غير شويه، تقريبا بحال واحد المعلقه صغيره ديال المورد. نخلط ونشوف الا خصني نعاود نزيد. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا وصفه ساهله، ويقدروا يكونوا عندك هاد المكونات دابا في الدار ديالك اختي، نوضي ديريهم وحيدي ليا العكز وتهلاي ليا في البشره ديالك. هانتوما البنات غادي خصني شويه ديال المورد، غادي نزيد واحد شويه المورد. هانتوما البنات الا ما عندكمش المورد اللي كيدار البشره بحال هذا
تيكون زوين مقطر كما قلت لكم. عاودوا في بلاصتو الحليب، راه حتى الحليب كامل الدسم راه كيعطي نتيجه زوينه في هذا الوصفه هذه. انا دابا عندي الموارد موجود، دائما عندي انا الموارد ما كيخطانيش، دائما عندي في الثلاجه. هانتوما البنات صافي كنخلطها بحال ما هكايا، كنخليها تقريبا واحد 3 دقائق اولا 2 دقائق بحال ما هكا، كترتاح ليا شويه وديك النخاله كتطلق ليا مع داك الحليب بودره ومع ياغورت وداكشي كيطلقوا بعضياتهم صافي. وعاده كنديرهم على البشره ديالي. البشره ضروري تكون مغسوله البنات. هانتوما صافي بحال هكا ستكون بحال هكا، شفتوا صافي. نخليها ترتاح شويه واحد 2 دقائق ولا 3 وعاد غادي نديرها معكم. المهم البنات هانتوما شفتوا معايا هاد الوصفه هذه اللي غزاله وزوينه بزاف. المهم حيت نضيد راسي مشيت غسلت وجهي بصويبينه ونشفتو، لحقاش مع دوك الدهون وداكشي تيكون عندنا في البشره ضروري خصنا نغسلوا البشره ديالنا قبل ما نديروا اي وصفه. صافي اختي ملي كتغسلي وجهك بصويبينه، الصابون بطبيعه الحال اللي يكون ما كينشفش البشره، وكديري ليا هاد الوصفه هذه على البشره ديالك بحال هكا. كديريها اختي هاد الوصفه هذه 3 المرات في السيمانه، نهار ايه ونهار لا، كتبيض البشره وكترطبها وكتحيد لينا حتى التكماش والتجاعيد. وصفه متكامله كما كنقولوا، وصفه زوينه بزاف. صافي خواتاتي كديريها بحال ما هكايا على الوجه ديالك وعلى العنق ديالك. دائما تنقول لكم في الفيديوهات ديالي اي وصفه درتيها على الوجه ديالك ديريها حتى للعنق ديالك وهبطيها على العنق ديالك كامل باش كيولي عندك لون واحد. كنتي بيضه يعني كيولي العنق ديالك ابيض بحال وجهك، كيولي عندك لون واحد. كنتي سمراء كيولي يعني اللون ديالك متوحد، كيولي بحال وجهك بحال العنق ديالك. ماشي وجهك تيكون اسمر وعنقك تيكون كحل يعني كيبان الفرق، او لا كتكوني بيضاء وعنقك تيكون اسمر كيبان الفرق. دائما اي وصفه كديريها لوجهك والعنق ديالك كتهبطيها على عنقك باش كيولي عندك لون واحد. المهم انا كنقول وكنعاود حيت بزاف ديال البنات اللي كنشوفهم انايا كدير الوصفه على وجهها وكتنسى العنق ديالها ما كديروش. صافي البنات كديريها بحال ما هكا على وجهك، كتعمري مزيان وجهك بحال هكا. انا مازال غادي نقطع معكم الفيديو، غادي نمشي نحيد هاد القنيديره وغادي نديرها للعنق ديالي. هانتوما انا راه كنتمرمد مع الوصفه، كنلبس شي حاجه ملي ما كنكونش عندي التصوير، كنلبس البيجامه تكون قديمه وكنبقى ندير اختي الوصفه لعنقي واللي شاط ليا كندير وليدياتي. المهم كنتمرمد معاها وكنخليها كنجلس نتفرج ولا نجلس نشرب قهوه وكنخليها حتى كتنشف على خاطرها. صافي البنات هانتوما غادي ندير غير شويه هنايا باش ما نوسخش هاد الزويف هذا، ما فيا اختي ما يبقى يصبن مع التصوير كنبقى نوسخ الحويجات. صافي هانتي اختي ديريها على البشره ديالك. المهم انت كملي من عقلك راكي عارفه كلشي. كديرها لوجهك كتخليها حتى كتنشف ياك، ما تنشفش عاوتاني بزاف تولي مقروشه، غير تشوفيها نشفات شي شويه صافي. وكتشدي بحال ما هكايا، ما كتغسلهاش بالماء، كديري كوماج يعني كتبقاي تقوميها بحال ما هكا، كتبرميها كتبقاي تقوميها كامله من وجهك ومن العنق ديالك وانت بحال ما هكا كتبرمي فيها من وجهك. ملي كتنشف ليك هادشي صافي كتبرميها وعاده كتغسلي بميها عاديه، ما ديريش الماء سخون. انا عمري ما درت الماء سخون، ما غسلت به وجهي مورا الوصفات. دائما وجهي كنغسلوه بالماء من الروبيني، سواء في الصيف ولا في البرد ولا اي فصل كنغسل وجهي من الروبيني، ما كنديرش فيه الماء سخون. واخا يكون الليالي والبرد الماء كندفيه غير شويه، كنهرس لي ديك البروديه باش عاوتاني ما كما كنقولوا ما كينشفش ليا البشره ديالي بلا قياس. يعني مع البرد الا كان البرد بزاف وغسلنا وجهنا بالماء بارد تيكون مكلاصي من الروبيني، راه حتى البشره كتولي بحال اللي كتولي حرشه، يعني لحقاش البرد راه كيحرش اليدين كيحرش الرجلين راكم عارفين. المهم كنهرسو غير شي شويه بالهذا كيولي بحال الماء اللي خارج من الروبيني في الصيف راكم عارفين. المهم في الايامات العاديه في البرد العادي ولا ايامات الربيع ولا الصيف كنغسل وجهي من الروبيني، ما كنسخن لا ما لا والو. واي وصفه كنديرها كنغسل وجهي الماء عادي
بالماء عادي، ما كندير لا مسخون لا حتى شي حاجه، حيت كاين بزاف ديال البنات اللي كيديروا الوصفات وكيغسلوا وجههم بالماء سخون وعاده كيعاودوا يغسلوا وجههم بالماء بارد. هذه راها حاجه اللي هي خاطئه البنات، ما خصكمش ديروها. غسلوا وجهكم بالماء يكون يعني من روبيني، يكون عادي، ما هو سخون ما هو بارد، باش حتى البشره كتبقى يعني زوينه، ما كتكمش ما حتى شي حاجه. صافي خواتاتي، المهم هاد النصائح راه واخا بساط راه مهمين، ما تحقروش هاد النصائح ديال الماء وديال غسيل الوجه، راه مهمين. المهم صافي البنات، كما قلت لكم غادي نحط هاد القناديره وهاد الزويف، وعاد غادي نطلي حالتي كامله. ديري اختي هاد الوصفه هادي 3 المرات في السيمانه وخليها تنشف كما قلت لك، وقوميها بيدك كما قلت لك، وغسلي وجهك عادي. صافي اختي، وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي. ما عرفتش متخليه في عيني الوصفه. قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، كترطب البشره وكتبيضها وكتخلي فيها واحد اللمعان زوين وكترجع لك البشره ديالك غزاله. يلا خواتاتي، انا غادي نمشي دابا نكمل الوصفه. ما تنساونيش من اللايكات، وليتو كتنساوني من التعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا للبنات اللي كيدعوا معايا في التعاليق واللي كيجربوا الوصفات وكيكتبوا لي في الكومونتير. شكرا لكم بزاف على خطيكم عليا، وبصحتكم وبراحتكم، تستاهلوا كل خير. ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا بكم والف مرحبا، شرفتوني ونورتوني. يلا خواتاتي، ما تنساونيش من البارطاج. هذا الفيديو هذا ما تخليش يوقف عندك، بارطاجيه مع خواتاتك وصحاباتك ولويساتك وجاراتك وكاع الناس اللي عزازين على قلبك. يلا خليتكم على خير، تهلاو ليا في راسكم. ونوضي اختي حيدي العكس وديري لي هذه الوصفه هذه دابا. غيكون عندك النخاله كتقرصي بها، عندك الحليب بودره، عندك الماء ورد ولا الحليب العادي ولا الحليب السائل، عندك اختي هذا المايزينه كتكون في اي دار. نوضي اختي خلطي وديري لي البشره ديالك. يلا خواتاتي، تهلاو ليا في راسكم. المهم هانتوما البنات، لحقاش ما بقيتش حتى صورت لكم كيفاش حسب رمتها في وجهي وغسلتها. المهم هانتوما كتشوفوا النتيجه زوينه بزاف. هاد الوصفه هذه ورائعه وكتعطي نتيجه اللي هي غزاله، وكتشوفوا كل شيء بعينيكم يعني بلا ما نبقى نشرح لكم.